السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن واحده من العربيات اللي لما نزلت السوق المصري عملت شويه قلبان، ده لانها كانت نازله بشويه اوبشن وامكانيات ما كانتش موجوده في الوقت ده، يعني زي ما بيتقال سابقه سنها. فيلا بينا النهارده ناخد فكره شامله عن الرينو ميجان 2، نعرف فيها مميزاتها وعيوبها ومتوسط سعرها في السوق المصري. متنساش بقى تدوس اعجاب، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. العربية بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 112 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم الموتور هو 153 نيوتن على المتر، وبتقدر العربية تتسارع من 0 ل 100 في 13.5 ثانية للنسخة المانيوال. والعربية بتيجي بدفع أمامي، والفتيس في العربية فتيس مانيوال ب5 سرعات أو بيكون فتيس أوتوماتيك. ومتوسط استهلاك البنزين في العربية هو 7.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. وخزان البنزين بتاع العربية سعته 60 لتر، وبالنسبة لمساحة الشنطة فهي 520 لتر. الوزن الإجمالي بتاع العربية هو طن 750 كيلو، أما وزنها الفارغ فهو طن 375 كيلو تقريبا. والعربية بتنزل بجنود حديد أو سبور مقاس 15 بوصة، والاختلاف بينهم بيكون حسب فئة العربية. وبالنسبة لنظام التعليق فعندك نظام تعليق أمامي هو نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام التورجن بيم. وبالنسبة لوسائل الأمان الموجودة في العربية فعندك نظام منع الانزلاق ABS مع 6 وسائل دوائية موجودة في أعلى فئة من العربية، وفي ناس بيقول إن هما 8. ودلوقتي خلينا نشوف اختبار التصادم بتاع رينو ميجان 2. في بداية كلامنا عن ميجان 2 لازم تعرف ان العربية في منها شكلين، الشكل الاول من 2004 لغاية 2006، والشكل التاني بدأ من 2007 لغاية 2009. معظم الاختلافات بينهم في الشكل الخارجي، وجوه الصالون برضو في شوية لمسات مختلفة. لما نبص على التصميم الخارجي بتاع العربية نلاقيه تصميم انسيابي متواضع، وفي المقدمة بتاعة العربية هنشوف الفوانيس اللي جاية بالعرض بزوايا حادة شوية، والفوانيس دي زي ما احنا شايفين تصميمها هادي خالص مفيهوش اي ابهار. والشبكة بتاعة العربية هنلاقيها واخدة مساحة صغيرة جنب الفوانيس، وفي نص العربية موجود اللوجو بتاع رينو. وتصميم الاكسدام تصميم مجسم، وبنشوف في النص اجزاء من البلاستيك باللون الاسود، ودي بتحمي الاكسدام من الخدوش لو خبطت في العربيه اللي قدامك. وتحتها موجود فتحات التهويه السفليه مع اماكن فوانيس الضباب على اليمين والشمال. والجناب بتاعت العربيه بتتميز بالجمال والبساطه في التصميم، وعندك فوق الكاوتشات بتاعت العربيه بتلاقي الرفرف بارز بشكل حلو لبره. من الحاجات اللي شكلها كلاسيك شويه بس حلوه في تصميم الجناب هي الجرايد اللي في نص الابواب. والجنود بتاعت العربيه شكلها بيختلف طبعا حسب فئه العربيه، ولكن الجنود السبور بتاعت الميجان 2 شكلها رياضي وجميل. نيجي بقى للتصميم الخلفي، وده شكله انسيابي برضو. عندنا في نص الشنطه موجود اللوجو بتاع رينو مع المقبض بتاع الشنطه، وهنا بنلاقي الفوانيس بتاعت العربيه بشكلها اللطيف، ونزلت طبعا باضاءه هالوجين. وفي الاكسدام بتاع العربيه عندك الجزء البلاستيك الاضافي اللي موجود في الاكسدام، وشكله مش وحش. يلا بينا نشوف صالون العربيه. في البدايه معظم الخامات بتاعه الصالون جايه من خامات جيده، والبيبان بنلاقي فيها الاوكرا والرصاصي اللي بتضيف لمسه شيك للصالون، وحواليها جزء كبير مبطن بالقماش. وبرده موجود زراير التحكم في المرايات والازاز الكهرباء. ومساحه التخزين في الباب معقوله، اي نعم مش صغيره قوي، بس هتقدر تشيل فيها حاجات بحجم معقول او حاجات صغيره شويه زي الفوطه اللي بتمسح بيها العربيه. والكراسي بتاعت العربيه نزلت بفرش قماش خامته محترمه، والقعده في الكراسي بتبقى مريحه بشكل حلو لان الصالون واسع بدرجه كويسه. والطاره بتيجي بثلاث اطراف نزلت بشكلها المميز باللون الرمادي مع الدايره الرصاصي ولوجو رينو. العدادات بتاعه الميجان 2 نزلت بشكل رياضي كلاسيك شويه بس جميل. وعلى الشمال موجود عداد الار بي ام مع عداد الحراره، وفي النص في شاشتين فيهم بيانات العربيه، وعلى اليمين موجود عداد السرعه مع البنزين. في الجزء الوسطي موجود شاشه بيظهر فيها درجات الحراره وبيانات الراديو كاسيت، وتحتها موجود فتحات التكييف اللي بنشوف الشاشه بتاعتها في النص. وعلى اليمين والشمال عندك زراير التحكم في التكييف، وبعد كده عندك الراديو كاسيت المتواضع اللي بيشغل الاسطوانات، وتحته مكان للتخزين. والفتيس الاوتوماتيك بتاع العربيه هو فتيس ستيب ترونيك، وده بينقل السرعات بشكل اوتوماتيك لو جبته على حرف الدي.
اما لو انت عايز تنقل السرعات بشكل يدوي فبتجيب الفتيس على المكان بتاع الزائد والناقص وتتحكم في الغيارات براحتك. وصالون العربيه مساحته واسعه ومريحه بشكل جميل، واللي ساعد في كده هو ان الخلوص الارض بتاع العربيه 2 متر 69، فبالتالي ده ساعد وادى رحابه واتساع للصالون بشكل كبير. لو جينا نشوف مساحه الكنبه هنلاقي مساحتها كويسه برضو، وهيقدر 3 افراد كبار يقعدوا فيها بشكل مستريح، ولكن موجود في النص نفق فتيس ممكن يرخم شويه على اللي قاعد في النص. من نقطة تميز الميجان 2 هي ان نسبة الامان في العربية كويسة جدا، لان العربية واخدة 5 نجوم في اختبارات الامان الاوروبية. كمان العربية نزلت في مصر بنظام منع الانزلاق ABS مع 6 وسادة دوائية موجودة في اعلى فئة من العربية، فدي من الحاجات الجميلة اللي تحسب للميجان 2. والثبات بتاع الميجان 2 هتلاقيه كويس جدا معاك على الطريق السريع، لانك تقدر توصل بالعربية لغاية 160 كم في الساعة من غير اي مشاكل. نقطة مهمة بالنسبة لكتير من الناس وهي تعامل العربية مع المطبات. احب اقولك متقلقش، لان العربيه بتقدر تتعامل مع المطبات بشكل مش وحش، لان ارتفاعها عن الارض مش قليل. لو كملت الفيديو لغايه هنا متنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك في القناه. شنطه العربيه بتسمح لك تحمل فيها حاجات كتير براحتك، لان مساحتها 520 لتر، فبالتالي دي مساحه واسعه تقدر تحمل فيها اي حاجه انت عايزها. كمان عندك امكانيه تزود مساحه الشنطه بانك تنزل ظهر الكنبه. لو انت من الناس اللي بتحب العربيه تستجيب معاك بشكل سريع فده يتحقق بنسبه مش كبيره قوي، لان زي ما قلنا تسارع العربيه من 0 ل 100 في 13.5 ثانيه للنسخه المانيوال، وده في حاله ان انت راكب العربيه لوحدك بس. اما مجرد ما يركب معاك ناس في العربيه فللاسف تسارع العربيه بيكون بطيء شويتين. اهم حاجه محتاج تعرفها عن الميجان 2 هي قطع الغيار بتاعه العربيه متوفره ولا لا. قطع الغيار بتاعه الميجان 2 اول ما العربيه نزلت زمان كانت قليله وكان سعرها غالي، لكن دلوقتي قطع الغيار بتاعه العربيه بقت متوفره بشكل كويس، واسعارها بقت معقوله مش غاليه زي زمان. وهقول لك دلوقتي على شويه اسعار لقطع الغيار بتاعه العربيه. عندك طقم المساعدين الامامي عاملين 2220 جنيه تقريبا، وترمبه البنزين بتعمل 800 جنيه، والموتور بتاع العربيه استيراد بيعمل 11000 جنيه. استهلاك البنزين بتاع العربيه هيكون استهلاك معقول، ما هواش موفر قوي، لان متوسط استهلاك البنزين للعربيه على الطرق السريعه او الاماكن الرايقه بيكون 7.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. اما جوه البلد فالاستهلاك ممكن يرفع معاك لغايه 9 و10 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. تكييف العربيه هيديك اداء جيد في التبريد بتاعه، يعني في الجو الحر الجو هيكون لطيف جوه صالون العربيه، لكن لو العربيه معرضه للشمس لفتره طويله او كانت مركونه في الشمس فتره طويله فلو جيت تشغل التكييف فاداؤه مش هيكون احسن حاجه. تعامل الميجان 2 مع المطبات والشوارع المكسره مش هيكون لطيف، لان عفشه العربيه متوسطه في النعومه ويمكن بتميل شويه انها تكون ناشفه، ده بيحصل بسبب نظام التعليق الخلفي اللي هو نظام تورجن بيم. نيجي بقى للنقطه اللي عليها كلام كتير جدا عن الميجان 2 وهي الفتيس الاوتوماتيك في العربيه. حسب كلام الملاك بتوع العربيه ونصايحهم والكلام ده كله، لو عاوز تريح دماغك مع الميجان 2 فهات النسخه بتاعه الفتيس المانيوال. اما لو عايز تجيب النسخه الاوتوماتيك فحسب نصايح الملاك برضو بينصحوا انك تجيب النسخه الاوتوماتيك اللي هي من موديل 2007 لغايه 2009، لان الموديلات القديمه كان فيها شويه مشاكل وعيوب. وبرضو الفتيس بتاع العربيه بيحتاج صيانات دوريه، زي ان هو فيه بلوف بتتغير ليها عمر افتراضي وبجانب حاجات تانية، فما تقارنش مثلا الفتيس الاوتوماتيك بتاع الميجان 2 بالفتيس الاوتوماتيك بتاع الفيرنا، ده حاجه وده حاجه تانية. في نصيحتين هقولهم لك قبل ما نختم الفيديو بتاعنا. اول حاجه لو هتشتري الميجان 2 ركز على الحاله بتاعه العربيه وانت بتجيبها، يعني العربيه تكون حالتها كويسه وصاحبها كان محافظ عليها وبيعمل صيانات دوريه. ما تروحش تجيب عربيه متهانه فيها حاجات كتير هتقرفك بعد كده وهتكره العربيه واليوم اللي قررت تشتري فيه العربيه. تاني حاجة وهي ان العربية بعد ما تشتريها لازم تحافظ على صيانتها الدورية زي ما كانت ماشية قبل كده، لان لو اهملت في العربية دي هتزعلك جامد. كمان العربية لازم تصينها عند حد متخصص، حد فاهم في العربية، لان العربية بتمشي ب4 كمبيوترات، لو واحد حصل فيه حاجة العربية مش هتدور. وفي حاجة كمان عايز اقولك عليها وهي ان في كمبيوتر رئيسي موجود في الرفرف الخلفي، يعني لو العربية خدت خبطة شديدة شوية في الرفرف الخلفي واثرت على الكمبيوتر ده العربية مش هتشتغل. سعر العربية المستعملة الحالات الكويسة بيتراوح من 130,000 جنيه لغاية 250,000 جنيه وممكن يزيد عن كده. طبعا السعر بيختلف حسب الحالة والموديل والفئة بتاعة العربية. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تدوس اعجاب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.